عيد الفصح المقبل في قطر سيكون خالدا في ذاكرة المسيحيين هناك كما يرون، فسيحتفل نحو 100,000 مسيحي لأول مرة بالعيد في كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية، وهي أول كنيسة تبنى في الدوحة والأكبر في منطقة الخليج. الكنيسة التي تكلف بناؤها أكثر من 160 مليون دولار تضم أيضا 6 أقسام تشمل أماكن لإقامة رجال الدين وقاعات للصلوات والمؤتمرات ومكتبة. لكن الصلبان لن تعلو البناية، فلا يزال هناك من يعارض وبشدة بناء الكنيسة. التسامح الإسلام ليس معنى أنه يتخلى عن دينه أو يرضى بدين غير دين الإسلام، لأن هذا لا يجوز شرعا. الدين هو واحد، إن الدين عند الله الإسلام. أما ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري فقد كان رغم اعتراضه أقل حدة. هناك خطة موجودة في الدولة لكي تكون هذه الكنيسة قطعا لا تؤدي أي دور من الدعوة وسط المجتمع المسلم، وإنما يعني كما قد نوقش الأمر من فترة بأن هذه عبارة عن مكان لكل المقيمين من غير المسلمين يستطيعون أن يؤدوا في عبادتهم في مكان واحد. المجتمع القطري الذي يضم أقلية مسيحية كبيرة قد تكون الأكبر في الخليج لا يبدو أنه تقبل الأمر إلا مشروطا. الوضع الحين اللي احنا فيه يعني مجبور انك لازم تكون، يعني لان عندك يمكن الغالبيه هم مسيحيين كمسلمين، الاغلبيه صاروا. احنا ناس متسامحين ونسمح بالديانه وبالصلاه لكل شخص وديانته، لكن بالكلوز. يحزنني جد الشيء هذا اللي يصير، ان قطر تكون من تفتتح اكبر كنيسه في الخليج او في الشرق الاوسط. الحكومة القطرية اتخذت هذا الإجراء ضمن ما أسمته تسامحا دينيا وانفتاحا على الأديان كافة، وضمن مبدأ تكافؤ الفرص، رغم أن القطريين لم يعتادوا مثل هذه الخطوة. دولة قطر ترسل هذه الرسالة، وهي رسالة المحبة والتسامح للعالم، كما نطالب نحن بفتح مساجد في الغرب ومراكز إسلامية. لما الآن تذهب إلى روما هناك مركز إسلامي كبير جدا بالقرب من الفاتيكان. صحيح هناك أصوات ناشزة أيضا تطالب بغلق المساجد، وهنا أصوات ناشزة أيضا، ولذلك يجب أن هذه الأصوات أن تسكت. أول كنيسة في قطر تثير جدلا واسعا في الأوساط الدينية والشعبية بين من يراها ضرورة للتعبير عن التسامح الديني ومن يراها تعديا على ثوابت وعادات المجتمع القطري. حسين جمال، BBC الدوحة.